صباح الخير وصباح الفل والنشاط. شايفين بقى النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ زي ما انتم شايفين كده احلى محشي على الكانون. وصراحة ربنا بقى عاوزه اقول لكم، لقيت الشمس طالعه والجو جميل زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله على الزرع وعلى الخضره وعلى الجمال. بجد المنظر ما كانش ينفع يتفوت كده بسهوله. قلت اعمل ايه؟ اقوم بسرعه اولع الكانون ونعمل مع بعض احلى شويه محشي على الكانون تاكلوهم في حياتكم. بجد احلى محشي تاكلوه هو على الكانون. بجد بيبقى الموضوع متعب شويه ومرهق ومواعين بتتوسخ وكل حاجة، ولكن بجد بيبقى ليه طعم مختلف تماما سبحان الله. هنا بقى نزلت على الارض كده، وعايزه اقول لكم بقى ايه، انا مش يعني عايزه اقول لكم بروح البلد ببقى مبسوطه جدا من شكل الخضره، وبحب الزرع جدا، وبحب ان انا بقى ايه يعني اطبخ كده من الارض، تكون الحاجه صابحه وطازه كده وفريش. المهم نزلت بقى لقيت ريحه الخضره جميله وشكلها يفرح كده، وجبت الكرنب بقى. الكرنب ده جبت حوالي 5 كده، وقلت بقى انا لازم اعملهم. وبصراحة ربنا كان طعمه زي العسل. بعيدا بقى عن القانون وكل حاجة، لا عاوزة اقول لكم كمان ان الكرنب من الارض اصلا بيبقى طالع مسكر عسل نحل كده. بصوا بقى، جبت بقى الخضرة هنا وعملت الصلصة، وعملت الرز في ني في ني. يعني الرز غسلته وغسلت الخضرة وقطعناها، ما شاء الله اللي قطعوها يعني مقطعوها حاجات حلوة كبيرة كده، بس حلو شغال. المهم بقى رحت جايبة الصلصة وكنت مسبكاها، والرز ني والخضرة نية. وهنا دي العروق اللي فاضت من الخضرة، رحت حطها في الحلة كده علشان تدي ريحة حلوة في نفس الوقت، تحوش ايه اي لسعة ولا اي حاجة، عشان القانون طبعا بتبقى ولعته عالية. هنا بقى الصلصة دي مسبكة عادي جدا، يعني حط لها بصلايه وفص توم ومسبكاها عادي. بس الرز والخضره بحطهم بعد ما الصلصه تبرد كده، عشان الخضره تفضل ايه خضره، ما تفضلش ما تتبلش ولا تسود ولا لونها يغير. بجد يعني بتختلف بصراحه. وبحط البصل بقى ني والثوم ني وكله ني في ني، هو اللي بسويه بس. الصلصه طبعا عملت المحشي معاكم يا اختي كتير قوي على القناه لحد ما زهقتوا مني. فطبعا انتوا اللي عاوز يشوف خلطه المحشي، انا عايزه اقول لكم مفيش اكتر منها على القناه. بس انا بحب اعمل المحشي عامه يعني ني في ني، بصل ني والثوم ني وكل حاجة، بس اللي بسويها هي الصلصة. وبعدين بدأت بقى أقلبها. شايفين الجاموستين الحلوين اللي ورايا دول كانوا مونسيني طول القعدة. طبعا بقى لازم أهم حاجة نديله بقى رشة من الزيت كده، علشان الزيت ده بيديله ايه لمعة كده، وما يخلوش يبقى ايه ماسك في بعضه. في الشتاء خصوصا في الشتاء ما بحبش اكتر السمنة في المحشي، علشان ايه ما يبقاش مجمد كده لما يبرد. لكن الزيت عامة بحب اطبخ فيه في الشتاء اكتر من السمنة. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هنا عمالين بقى يكلموني ونضحك، والاجواء كانت جميله ما شاء الله. فعمالين بقى يقولوا لي والبهايم اللي جت وراكي ده، اقول لهم مش مشكله ده حبيبتي. بصوا بقى، هنا جبت السمنه البلدي بعد ما لفينا بقى المحشي. ده كان حله ورق خس، جبنا الورق الخس عملناه وحطينا بقى على الوش شطه، عشان احنا بنحب المحشي حراق شويه. وهنا بقى جبت السمنه البلدي قطعتها وحطيتها على الوش، وقلت بقى ايه هروح اولع القانون. وعلى ما رحت ولعته جيت لقيت العيال واكلين نص السمنه. ما علينا. ما تنسوش بقى تحطوا لنا بصوا لايك بقى حلوين الكانون كده، اهو، تشجعوني بلايك حلو. نولعه بقى بحبكم في كده. الله. ما شاء الله انا بحب اصلا يعني حتى لو انا عندي غاز وكل حاجه، بحب ان انا اعمل لما باجي البلد، بحب دايما اخلي كل اكلي على الكانون. ليه بقى؟ بيبقى ريحته حلوه في نفس الوقت، تغيير بقى في الاجواء وكده زي ما انتم فاهمين يعني. بس كده جميل. ولعت اهي، شايفين؟ ايوه لا ده انا فلاحه على كيفك وعجيبك يعني، ما اقولكيش فلاحه قمر. ما يغركيش يعني. هم الفلاحين كلهم قمر ما شاء الله عليهم، شاطرين شاطرين يعني. بصوا بقى بنولعه الاول بالقش، عشان لو ولعنا بخشب في الاول وكده مش هيولع بسرعه. هيولع، بس حطي الابلكاش ده هيولع. بصوا بقى الكانون بقى بيبقى عباره عن كده، ده معمول بالطوب الني. ايديا وحياة عيني. عسل يا عسل. بصوا بقى ده بالطوب الني والطينه وكده، لكن في ناس بتعمله بالاسمنت، بس ده احلى بقى. ده بيبقى زي الفرن البلدي، احنا ما بنعملش الا بالطوب ده يعتبر زي الفرن البلدي كده. شايفين الفرن البلدي اهو؟ ان شاء الله نخبز عليه برضو وهوريكم كل حاجه. بس ايه رايكم في الاجواء كده والجمال ده؟ هاتي الابلكاشه دي. عادي عادي ولا يهمك، فداك. كل ده عشان ناكل محشي، فلاحه قمر كده. كل ده عشان ناكل محشي على الكانون. والمحشي العيال، بصي والنبي العيال بوظوا المحشي يا اختي. عشان انا اللي كملت بصراحه على الولع يعني. بس ايه، بصوا بقى هو العيال كانوا السمنه على ما انا ولعت الكانون اهو. شايفين بقى؟ والله بتبقى ريحته الاكل على الكانون بيبقى حكايه تانية يعني ما شاء الله بقى. بس بيبقى بقى مع الاجواء ديت حاجه تفتح النفس، يعني حاجه بتبقى جميله وبتفتح النفس.
على فكره ممكن بقى الولع. لو ما عندكيش مثلا مكان ممكن تعملي على سطح يعني كده يعني، او تعالوا عندنا واحنا نعمل لكم على الكانون، وتروح عند الجيران برضه عادي. ولا أسيب. مش هنروح نجيب الشوربه. انا نسيت. ما شاء الله جميل. طبعا كفاية ولا البتاع أحط جاي تاني؟ عليه. لا كده جميل، ماشي. كده جميل، بس كنت تجيب الغطا الغطا. على كده المحشي مش هيستوي النهارده. تعالى بقى كده ازود شويه كمان عشان الولعه. ماشي. ما شاء الله. البخار عامل بقى عليه، هيبدأ بقى ايه ان هو يشرب كده. نسيبه بقى يشرب براحته كده اهو. اهي. تسلم ايدك جميل. الله شايفه ما شاء الله جميل. ولا معجن ولا مهري والله شايط وولع وفي كل حاجه على كيفه. يلا شايفه، عايزه اقول لك بقى اصلا الفراخ طيب طعمه تحفه. جميل. محشي الكانون بقى محدش يتكلم، مفيش كلام. هتقعدي تاكلي كده أمال على إيه؟ طول؟ ده انت ربحت. هتاكلي ولا هتقعدي تصوري على نفسي؟ هاكل. خدي يا بت انا واقفه اهو، يعني انت شايفاني يا ساندي؟ هنزل واسيبك.